بتبدأ الحكاية بأولي وهو بيستكشف الجزيرة وبيلاقي مراية، فبيفكر يستخدمها ويحولها لنضارة غطس. ولما بيجربها وبينزل بيها تحت المية بيلاقي نفسه مش قادر يتنفس، فبيضطر يطلع تاني يعدلها وبيركب لها خرطوم كبير، وفعلا بينجح انه ينزل بيها وبيبدأ يتفرج على عالم البحر وبيبقى مبسوط جدا بأشكال السمك وجمال المية من حواليه. وساعتها بيقرب من سمكة كبيرة وبتعجبه جدا، وفجأة بيجي أبوه كالو وبيشده في آخر لحظة قبل ما السمكة تفترسه، وبعدها بياخده معاه للبيت وبينبه عليه إنه لازم يبعد عن المخلوقات الغريبة وما يخرجش بعيد عن الجزيرة. فبيزعل أولي وبيعرف كالو إنه بيحب الاستكشاف. وأثناء كلامهم بتدخل جدة أولي وبتحكي له قصة ذئب الوادي، فبيتحمس أولي وبيحب يسمع الحكاية. وبتبدأ جدته تحكي له إن كان في ذئب عايش في الوادي وكان مفترس وبيفترس كل الحيوانات، لحد ما في يوم ظهرت أشجار ألزو، وكانت أشجار عملاقة وطيبة وبدأت تنشر الخير في المكان. وكان عندها قدرة سحرية غريبة، وهي إنها تقدر تحول الحيوانات لكائنات تانية. لكن في يوم الذئب الشرير سرق هدية ألزو وحولها لطاقة شريرة واستخدمها علشان يحرق جزء من الأشجار ويطرد الباقي، ومن ساعتها بقى هو المتحكم الوحيد في الوادي. وبالرغم من كده أولي مش بيخاف من القصة وبيتوقع إنها هتكون مخيفة أكتر من كده. وفي الوقت ده بيخرج أولي مع أمه وأبوه وبيروحوا لاحتفال القطيع، وبيحتفلوا إنهم قدروا يجمعوا أكبر كمية أكل لفصل الشتاء. وأثناء كده بيلاحظ أولي طائر الجافن وهو بينزل على الأرض، ففضوله بيخليه يقرب منه ويعرض عليه أكل. فالطائر بيعجبه الطعم جدا وبيروح يجيب تاني وبيطلب من أولي يفتحها، فأولي بيساعده وبيفتح له الأكل وبيبدأ يعلمه ازاي يفتحها وياكل لوحده. وفجأة بيجي كالو عند أولي وبيحذره إنه يقرب من الطائر، لكن أولي بيقوله إنه مجرد طائر صغير وجعان. وفي اللحظة دي الطائر بينادي على أهله، ولما بييجوا الطائر بيعلمهم ازاي ياكلوا، وده بيخلي العدد يزيد وباقي الطيور في المنطقة بيبدأوا ييجوا كمان علشان ياكلوا. وساعتها الوضع بيخرج عن السيطرة والطيور بتخلص على مخزون الأكل بسرعة، فأولي وأهله بيحاولوا يوقفوهم لكنهم مش بيقدروا. ومع الوقت عدد الطيور بيزيد أكتر وأكتر، فبيتضايق أولي لأن كل اللي حصل ده بسببه، وبيمسك المراية وبيرميها فبتتكسر. ووقتها المراية بتعكس أشعة الشمس وبتعمل ضوء، فبتيجي لأولي فكرة إنه يوجه الضوء ناحية الطيور علشان يبعدهم. هو فعلا بيعمل كده والطيور بتتضايق وبتطير بعيد، فبيفرح أولي إن خطته نجحت. لكن فجأة في طائر بيهجم عليه، فبيحاول يعكس الضوء عليه بسرعة، بس الطائر بيفقد توازنه وبيتدحرج هو وأولي على الأرض. وفي الوقت ده بيقع أولي في حفرة كبيرة وبيتعلق في الحبال، وبيشوف هناك زهرة مضيئة، فبيخاف وبيحاول يطلع على الحبل لكنه بيتقطع وبيقع على الزهرة. ومن الناحية التانية أهل أولي بيخرجوا يدوروا عليه بعد ما اتأخر، وبيفضلوا ينادوا عليه في الجزيرة لحد ما بيسمعوا صوته بيرد عليهم وبيعرفهم إنه في الحفرة. وأول ما أولي بيطلع منها بيتفاجئوا بوجود طائر الجافن، فبيخافوا وبيهربوا، فبينادي أولي عليهم وبيعرفهم إنه هو. وساعتها بيستغربوا إن صوت أولي هو اللي بيتكلم، وبيتوقعوا إن الطائر أكله، فبيرموا الطائر بالحجارة وبيخوفوه بالنار. فبيرجع أولي بسببهم لحد ما بيقع من فوق التل. وتاني يوم الصبح بيفوق أولي وبيلاقي نفسه في مكان غريب ومعاه 3 طيور من الجافن، فبيكلموه وبيقولوله إنهم هم اللي أنقذوه، لكنه بيخاف منهم وبيجري. وساعتها الطيور بتستغرب من تصرفاته وبتعرض عليه يروح يعيش معاهم عند الجبل، لكنه بيرفض وبيقول لهم إن ده مكانه ومش هيسيبه. فوقتها بيقنعوه إنهم هيعالجوه وكمان باقي السرب هيعيش هناك. وفي اللحظة دي بيبص أولي لنفسه وبيكتشف إن شكله اتغير وبقى عنده جناحات وبقى شبه طيور الجافن،
فبيتخض وبيطلب منهم يشيلوا الريش اللي عليه، فبيضحكوا الطيور على تصرفاته. وأثناء كده بتعدي حشرة جنب أولي وبتطلب منه يوسع لها الطريق، فبيوسع لها أولي وبيخليها تعدي. وساعتها الطيور بتستغرب إنه بيعرف يتكلم مع الحشرات، وكمان بيقولوله إن عنده قدرة على السباحة، لأنه وهم بينقذوه امبارح كانت راسه بتنزل في المية ومع ذلك فضل عايش. وبرضه وهم طايرين بيه راسه خبطت في كذا صخرة وما حصلوش حاجة، لكن وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت الذئب، فبيطلبوا من أولي إنه يطير معاهم بسرعة، لكنه بيقول لهم إنه ما بيعرفش يطير. فساعتها بيضطروا يتصرفوا وبيغيروا شكله وبيلونوا الريش بالأسود، وبعدها بيخبوه وسط الشجر وبيطيروا هم. بعدها بيجي الذئب، وأول ما أولي بيشوفه بيعرف إنه الذئب الناري اللي جدته حكت له عنه، فبيفضل ساكت لحد ما يمشي. وأول ما بيتأكد إن الذئب مشي بيروح عند النهر وبيغسل نفسه، وفي اللحظة دي بتظهر له السمكة اللي حاولت تاكله قبل كده، فبيفكرها أولي بنفسه وبيقول لها إن شكله اتغير بسبب زهرة مضيئة من أشجار ألزو. فبتقول له السمكة إنها سمعت عنها، فبيسألها أولي لو تعرف مكان زهرة تانية، فبتقول له إن في واحدة عند الشجرة المدورة الميتة. فبيفرح أولي وبيشكرها وبيمشي في طريقه لهناك. وفي الطريق بيقابل إيفي، ودي واحدة من الطيور اللي ساعدته، وبتسأله عن السبب اللي خلاه يسيب المكان. فبيعرفها أولي إنه هيروح عند الشجرة الميتة علشان يقدر ياخد الزهرة المضيئة ويرجع تاني لطبيعته. وفعلا بيوصل لها أولي وبيضطر إنه يعدي من فوق الصخور اللي في النهر، فبتعرفه إيفي إنها هتساعده وتجيبها له، لكن أولي بيمنعها من إنها تلمسها، بس هي مش بتسمع كلامه وبتاخدها. وفجأة بتتحول إيفي لحيوان البوكو، فبيتعصب أولي وبيعرفها إنها بوظت له حياته. ووقتها إيفي بتستغرب جدا من شكلها. وأثناء كده أولي بيشوف السمكة وهي بتعوم في البحر، فبيجري بسرعة ناحيتها وبيسألها إذا كانت تعرف مكان زهرة تانية، فبتعرفه إن في واحدة عند الشلال العظيم عند الضفة التانية من النهر. فبيفرح أولي وبياخد إيفي وبيمشوا، لكن السمكة مش بتكون خلصت كلامها وكانت عايزة تحذرهم من حاجة، بس هما بيكونوا مشيوا. وفي الوقت ده أولي وإيفي بيمشوا مع بعض في الوادي، وفجأة بيسمعوا صوت الذئب، فبيستخبوا ورا الشجرة، لكن الذئاب بتشوفهم وبتجري وراهم. فبيجري أولي وإيفي بسرعة لحد ما بيوصلوا الكهف وبيدخلوا فيه، وساعتها الذئاب بتخاف تدخل وراهم. فبيستغرب أولي وإيفي إنهم ما دخلوش وراهم، فبتقول له إيفي إنها شامة ريحة غريبة وقوية، فبيطلب منها أولي إنها تغمض عينيها وتركز في حاسة الشم لأنها قوية عندها وتحاول تعرف الريحة. فبتعمل إيفي كده وبتكتشف إنها ريحة تعابين الجذور، وبيكونوا مستخبيين جوه جذوع الشجر. فبيفكر أولي إنه يستخدم إيفي علشان تعرفه أماكن تعابين الجذور، فبيبدأ يمشي ويدوس في الأماكن اللي إيفي بتقوله عليها لحد ما بيعدوا فعلا وبينجحوا في كده. لكن الذئاب بتتضايق وبتعوي بصوت عالي، وده بيخلي التعابين تصحى وتخرج. ولما بيشوفوا أولي وإيفي بيجري وراهم وبيحاصروهم في مكان عالي، فبيضطروا في الآخر إنهم ينطوا من فوق. وفي اللحظة دي بيتشجع أولي وبيطير وبيلحق إيفي وبيشيلها على ظهره وبيطير في السماء وهو مبسوط جدا بتجربة الطيران. لكن الوقت بيبدأ يضلم، فبيقرروا إنهم يرتاحوا ويكملوا طريقهم الصبح. بس وقتها أولي بيحس بالجوع، فبتقدم له إيفي جذع نبات وبتحكي له إنهم كانوا في مجاعة وفقدوا جزء من عيلتهم بسببها. وبتقول له إنه وهي صغيرة اتعرفت بالصدفة على واحد من البوكو وعلمها طريقة فتح بذور البيبلت، فبيسكت أولي لأنه بيكون هو اللي ساعدها. وتاني يوم الصبح بيصحى أولي وإيفي وبيشوفوا الشلال من بعيد، فبسرعة أولي بياخد إيفي وبيطير للشلال. لكنهم لما بيوصلوا بيلاقوا الذئاب هناك، وكمان بيشوفوا السمكة وبتنادي عليهم وبتعرفهم إنها حاولت تحذرهم منهم لكنهم مشيوا، وبتقترح عليهم إنها تكون فريسة للذئاب بحيث تشغلهم ويروحوا هم المكان الزهور. فبيستغرب أولي من تصرفاتها، لكن السمكة بتقول لهم إنهم أصدقائها الوحيدين وبتتمنى إنها تبقى زي أي واحد فيهم علشان تقدر تكون معاهم. فبيقول لها أولي إنهم هيجيبوا لها زهرة ويخلوها تتحول
معاهم. وأثناء كده السمكة بتطلع فوق الصخور، وأول ما الذئاب بيشوفوها بيجروا عليها، فبتقوم تنط تاني في المية بسرعة، وساعتها بتجري الذئاب وراها. ومن الناحية التانية أولي وإيفي بيلاقوا زهرة واحدة بس، فبتقرب إيفي منها وبتقول لأولي إنها هتتحول الأول علشان تقدر تطير وتساعده، لكن أولي بيرفض وبيطلب إن هو اللي يتحول لأن أهله محتاجينه بسبب المجاعة، وخصوصا إنها حصلت بسببه لأن هو البوكو اللي علمهم الأكل. لكن في اللحظة دي بتوصل لهم الذئاب، فبيطلبوا أولي وإيفي المساعدة من السمكة، لكن الذئاب بتقرب جدا منهم وبيضطروا ينطوا هما الاتنين على الزهرة في نفس الوقت، وده بيخليهم يتحولوا لسمك وينطوا بسرعة في المية. فبيزعل أولي بسبب اللي حصل وبيقرر يمشي لوحده، لكن السمكة بتتدخل وبتعرفهم إنهم لازم يقفوا جنب بعض لحد ما يوصلوا للزهور. فساعتها إيفي بتتأسف لأولي وبتعتذر له على كل اللي حصل بسببها، فبيسامحها أولي وبيعوموا مع بعض لحد ما بيوصلوا عند الشلال، وهنا بيتحدوا مع بعض كسمكة واحدة وبيعوموا لحد ما بيطلعوا أول جزء من الشلال. لكن بيظهر لهم مجموعة من الدببة وبيحاولوا ياكلوهم، فبيهربوا منهم بسرعة وبيقفوا جنب بعض لحد ما بيطلعوا الجزء التاني، ووقتها الذئاب بتكون مستنياهم فوق. وفجأة بيقع ذئب صغير وبيتعلق في غصن الشجرة، فبيخاف أولي عليه وبينقذه قبل ما الدببة تاكله وبيرموه عند أهله، فبتيجي أمه تاخده وبيمشوا. وفي النهاية بيوصلوا كلهم للزهور المضيئة، فبتنط إيفي عليها وبتتحول لطائر. أما أولي فبيرجع لطبيعته وهو كمان، وساعتها بيسألوا السمكة عن التحويل بتاعها، فبتنط على الزهرة وبتتحول لذئب ناري. فبيستغرب أولي وإيفي من طبيعته، ووقتها الذئب بيعرفهم إنه هياخد حقه منهم وهيحرق الوادي كله وينتقم لنفسه، لأنهم طول الوقت بيحاولوا يبعدوا ومش بيحبوه. وبيقول لهم إن أشجار ألزو حبست شره وجسدته في شكل سمكة، وفضل الفترة دي مستني حد ساذج يجي ويساعده علشان يرجع لطبيعته من تاني. فبتحاول إيفي تقاومه لكنه بيضربها وبيوقعها على الأرض وبعدها بيهرب. فبيخاف أولي على إيفي وبيحاول يفوقها لكنها بتفقد الوعي، وساعتها بيقرر ياخدها للسرب علشان ينقذوها. فبيربطها وبيجرها لحد ما بيوصل للجبل، وهناك بييجوا اخواتها وبياخدوها يعالجوها. فبيزعل أولي وبيفتكر انه فقدها، لكنها بتفوق وبتبقى كويسة، فبيفرح أولي وبيحضنها. وفي الوقت ده كل سرب الطيور بيشوفوا الوادي وهو بيتحرق، فبتشجعهم إيفي وبتطلب منهم يقفوا جنبهم ويكونوا إيد واحدة. فبيوافقوا وبياخدوا أولي وبيطيروا لهناك، وساعتها بيشوفوا الحيوانات وهي محجوزة وسط النار، فبيقرروا إنهم يدلوهم على طريق النهر. وفعلا بتنجح الطيور إنهم يدلوهم على طريق الضفة، لكن فجأة بتظهر الذئاب وبيخافوا منهم باقي الحيوانات. لكن الذئاب بتشكر أولي على مساعدته لابنهم وبيقرروا يساعدوهم هم كمان، فبيشيلوا الحيوانات على جذوع الشجر وبينقلوهم لجزيرة البوكو. وفي الوقت ده كالو وباقي البوكو بيخافوا منهم وبيمنعوهم من إنهم يدخلوا للجزيرة، فبيتدخل أولي وبيفهمهم الموقف وبيطلب منهم يثقوا في بعض. فبيوافق كالو وبيسمح لهم بالدخول، وساعتها بيدخلوا كل الحيوانات للجزيرة. لكن في اللحظة دي بيتضايق الذئب الناري وبيقرر يروح وراهم على الجزيرة علشان ينتقم منهم. وهنا أولي بيفكر بسرعة إنه يروح للحفرة اللي وقع فيها قبل كده، ولما بيروح بيمسك الحبال وبيتمنى إن تطلع له زهرة واحدة بس، وفجأة فعلا بتنور الزهرة وبتطلع له. فبيفرح أولي وبيطلب إنه يتحول لشجرة ألزو، فبيتحول أولي لشجرة عملاقة وبيروح يواجه الذئب الناري وبيطلب منه يبعد عن المكان. لكن الذئب بيقوله إنه مش هيمشي غير لما يحرق كل حاجة. فساعتها أولي بيحاول يستخدم ذكائه وبيطلع زهرة مضيئة وبيطلب من إيفي تاخدها وترميها عليه علشان يغيروا شكله. لكن الذئب بينط على أولي وبيطلع فوق وبيحرقه وبيعرفه إنه دايما أذكى منه. فبيضطر أولي ساعتها إنه يقيد الذئب الناري بجذوره، وبعدها بيهدم صخور النهر
وبيخلي المية تغرق الوادي وتطفي النار اللي فيه، وبيغرق هو والذئب في المية. فبتطير إيفي وبتدور على أولي في كل مكان لكنها مش بتلاقيه، وبترجع تبلغ كالو وأمه باللي حصل، وبيزعلوا كلهم على أولي. ومع مرور الوقت كل الحيوانات بتعيش مع بعض على الجزيرة من تاني، وبيبدأ الزرع يرجع يملاها زي الأول. وفجأة بتظهر مجموعة كبيرة من أشجار ألزو وبتيجي ناحيتهم، فبيستغربوا كلهم إنهم لسه موجودين. وهنا إيفي بتطير وبتدور على أولي وسطهم، ولما بتشوفه على طبيعته بتفرح جدا وبتجري عليه وبتحضنه وبتسأله عن اللي حصل. فبيعرفها أولي إن شجر ألزو لقوه وهو غرقان وأنقذوه ورجعوه لطبيعته من تاني. فبتاخده إيفي وبتخليه يروح يسلم على أهله، فبيفرحوا كلهم برجوع أولي. وفي النهاية شجر ألزو بيرجع على الجزيرة من تاني وبيعيشوا كلهم مع بعض في سلام. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.